خدت بالي في موضوع كده اخد رايكم فيه وشوفوا لنا انا صح ولا غلط. موضوع الزباله بتاعت الشعب المصري. هتقول لي ايه الزباله؟ اقول لك الزباله بتاعت الشعب المصري. الزباله بتاعت الشعب المصري جنبنا كده بعد المحل اللي انا قاعد فيه، في كده مقلب يعني بيعمل فيه. المهم لاحظت حاجه غريبه جدا. ايه هي؟ كميه الاكل اللي بتترمي في الزباله كتير جدا. كميه اكل كتير. طب ازاي انت بتقول لي احنا فقراء؟ وخلي بالك بس عشان ما حدش ياخدني اللي انا يقول لك انت داخل تطبل وده، لا انا بكلمك على حاجه بما يرضي الله دين، حاجه لله، عشان النعمه ما تروحش منك، زوال النعمه ما تدخلنيش والنبي في حته تانية. الزباله اكترتها اكل، اكل رز ولا مؤاخذه طبيخ ومش عارف ايه وحاجات كده حاجات كتير قوي بشوفها في راحه وجاي. طب انت بتشتكي من العيشه. طب وانت يا مدام لما انت عارفه اللي عيالك ما بياكلوش كيلو الرز اللي بتعمليه، ما تعملي نص كيلو، ما تعملي كوبايه رز، وانتوا مش بتشتكوا من العيشه برضه؟ ها؟ لما انت عارفه مثلا الاولاد ما بياكلوش حله البطاطس اللي انت بتعمليها دي وتقعد 3 ايام في التلاجة وتروح راميها لا مؤاخذه في سله الزباله، ويجي البواب ياخدها يا عيني، يعني تأذيه بالريحه وتأذيه من الميه اللي نازله. كل ده انا بشوفه بعيني، محدش قال لي عليه. ازاي انت بتشتكي وتقول العيشه تعبانه؟ والعيشه في حاجات كتير احنا لو عملناها هتقلل معاك موضوع اللي انت بتعمله، العيشه التعبانه دي. اه والله. يعني في انت بتقول لي عيشه تعبانه والزباله بتاعتك المدام بترمي نص الاكل في الزباله. العيش يسيبوه لغايه ما يبوظ. ايه في ايه؟ على فكره اقسم بالله النعمة تزول من ايدك وتزول من من بيتك. لأن الست المصرية اللي ما بتراعيش ربنا سبحانه وتعالى في النعمة هتروح منك وياما ناس راحت منها نعم، كانت بترمي يقول لك لا الاكل ده عزومات رمضان. عزومات رمضان اللي الاكل تعمله اكل يكفي 20 30 واحد اول يوم، والناس بعد ما تمشي افتح يا ابني دب 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 ارمي في السله. طب ما انا اقول لك حاجه حلوه، ما انت كنت عملتيه كده نضيف وحلو تحطيه في فويلات او مثلا اطباق لا مؤاخذه فويل وتطلعيه لله الناس الغلابه اللي في الشارع، يبقى شكله حلو وجميل. ترموا ليه في الزباله؟ حرام عليكم والله. النعمه هتروح، النعمه هتزول. النعمه بتزول من العبد. خلي بالك العبد ده اللي ما براعيش النعمه. انا شايف موضوع الزباله بتاعه المصريين حاجه في منتهى الغرابه. يعني بره الواحد ممكن يروح يشتري موزه، يشتري تفاحيه، يجيب مثلا دبوس، يجيب ورك، يجيب صدر، يجيب على قده. احنا عندنا حتى البياعين يجي مثلا تجيب كيلو موزه خد 4 ب100. على الطلاق بعرف احسب، والله بعرف احسب. قال 4 ب100 انا بعرف احسب والله. تيجي تجيب مثلا برتقال خد 5 ب8. يا عم انا بعرف احسب، انا عاوز على قدي، عاوز اخد الحاجه اللي على قدي. ما انتوا تجيبوا فاكهه كتير بتبوظ وتترمي. هات اللي انت تستهلكه. انت كل واحد فينا مراته عارفه هي، بص، الست وزيره الاقتصاد، هي اللي في ايديها تلم وفي ايديها تخرب. ومن الرسالة دي للستات المصرية، انت جوزك بيجيبي القرش بطلوع الضرس يبقى تحافظي على القرش. والله والله شاعر، والله شاعر. جوزك بيجيبي القرش بضلوع الضرس يبقى تحافظي على القرش. احلى خدمة. سلام عليكم.